أفاد عدد من سكان مدينة الدرباسية اليوم الخميس عن سماع دوي انفجار عنيف قرب مدينة الدرباسية الحدودية مع تركيا شمال غرب الحسكة، ويعتقد أن الانفجار استهدف عربة تركية داخل الأراضي التركية في الجهة المقابلة لقرية شتل الواقعة غربي الدرباسية. وردت القوات التركية بإطلاق النار بالأسلحة الرشاشة من إحدى نقاطها الحدودية على القرية. وبحسب مصادر المرصد السوري شوهد جنود أتراك يهرعون لمكان التفجير مما يرجح وجود خسائر بشرية. ويوم أمس الأربعاء اعترفت وزارة الدفاع التركية بمقتل جندي تركي جراء قصف لقوات سوريا الديمقراطية بقذيفة مدفعية على مخفر تركي داخل الأراضي التركية على الحدود مع سوريا. وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا أمس تصعيدا من قبل القوات التركية على مناطق شمال شرق سوريا، حيث طال القصف نحو 20 قرية وموقع في منطقة عين ديوار وقرى تل تمر وأبو راسين في ريف الحسكة ومناطق شمال محافظة الرقة. وكانت القوات التركية قد قصفت أمس الأربعاء قرى في ريف ديرك أقصى شمال شرقي سوريا بالأسلحة الثقيلة. وطال القصف التركي حسب وكالة نورث بريس قريتي بستاسوس وغريفرا في ديرك. ونتج عن القصف إصابة شخصين من سكان قرية عين ديوار، وهما عمر عمرو 70 عاما وشاب آخر في 30 من العمر. كما أسفر القصف عن تدمير منزلين واندلاع النيران في 5 منازل بسبب القصف، وتسبب عن نزوح جماعي لسكان القرية إلى ديرك. كما قصفت القوات التركية بقذيفتين قرية بستاسوس من منطقة كوشرات، ولكن القذيفتين لم تنفجرا. وطال القصف قرية غريفرا واقتصرت الأضرار على المادية. وشهدت ليلة الثلاثاء الفائت قصفا تركيا استهدف المحطة الرابعة للطاقة الكهربائية، وأسفر عن وقوع 4 إصابات للعاملين في المحطة. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو إبراهيم الهاشمي القرشي بعملية عسكرية للقوات الأمريكية في شمال سوريا. وقال الرئيس الأمريكي: بفضل مهارات وشجاعة قواتنا المسلحة تمكنا من القضاء على أبو إبراهيم الهاشمي القرشي زعيم داعش. هذا وانطلقت العملية من داخل الأراضي السورية، وتحديدا من قاعدة خراب عشق الواقعة تحت نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، وهي ذات القاعدة التي انطلقت منها عملية قتل الزعيم السابق لتنظيم داعش أبو بكر البغدادي. وقال مدير المرصد السوري: الولايات المتحدة الأمريكية لا تأمن لتركيا، والدليل على ذلك أن العملية هذه انطلقت من داخل الأراضي السورية ومن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية. وبدون أدنى شك هذه العملية نصر لأمريكا والعراق ولقوات سوريا الديمقراطية أيضا. وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت فجر اليوم الخميس أن القوات الخاصة نفذت عملية موسعة في منطقة أطمة شمال إدلب بالقرب من الحدود التركية شمال غرب سوريا، والتي تسيطر عليها القوات العسكرية التابعة للائتلاف السوري المعارض. وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون جون كيربي بأن المهمة كانت ناجحة ولم يكن هناك ضحايا أمريكيون. وحسب بعض المصادر فقد قتل في العملية 13 شخصا على الأقل، بينهم 4 أطفال و3 نساء، حيث بدأت العملية منتصف ليلة أمس الأربعاء واستمرت حتى الساعة 3:30 فجر اليوم الخميس. قامت خلالها قوات التحالف بعملية إنزال جوي في عملية تشبه عملية قتل أبو بكر البغدادي قبل نحو 3 سنوات. عملية مقتل القرشي زعيم تنظيم داعش جاءت بعد أيام من انتهاء عملية سجن غويران، ولا يرجح أنها مصادفة، لا سيما بأن أبو عبيدة أحد أمراء داعش في عملية غويران كان على تواصل مع القرشي من داخل السجن. قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن سوريا قد تعود إلى الجامعة خلال القمة المقبلة في حالة حدوث توافق عربي على مشروع القرار، على الرغم أنه لم يتم رصد أي طلب رسمي أو غير رسمي بشأن بدء عودة دمشق حتى الآن.
وكانت الجزائر المستضيفة لأعمال القمة العربية القادمة على رأس المتحفظين على قرار تجميد عضوية سوريا. وبعد تولي عبد المجيد تبون الرئاسة دافع عن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، حيث قال في مقابلة تلفزيونية العام الماضي: سوريا تستحق العودة إلى جامعة الدول العربية لأنها وفية لمبادئها كما أنها مؤسسة لها، وهي من أعرق الدول العربية. هذا وكان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد قد أعرب عن استعداد دمشق لتطوير علاقاتها مع جيرانها في المنطقة على الرغم من مواقفهم السابقة إزاء النزاع السوري. وعبر المقداد عن قناعته بأن جامعة الدول العربية منذ إقصاء سوريا عن مقعدها فيها تعمل بلا قلب العروبة النابض، مؤكدا أنه في لقاءاته الأخيرة مع 9 وزراء خارجية عرب أكدوا أنهم يشعرون بأن غياب سوريا عن الجامعة العربية أضر بالعمل العربي المشترك، وأن سوريا يجب أن تكون ضمن الجسم العربي اليوم قبل الغد. وتواجه قمة الجامعة العربية المقبلة في الجزائر تحديات جمة، خصوصا بعد إعلان الأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي عن تأجيلها لأسباب تتعلق بجائحة فيروس كورونا، في حين يعتقد المراقبون بأن الإرجاء الذي لم تعلن عنه الجزائر رسميا بعد سببه في حال بات واقعا عوامل أخرى أبرزها الشرق العربي، الأزمة الجزائرية المغربية، ومساعي عودة سوريا إلى العمل العربي المشترك والوضع الداخلي في الجزائر. بدأت الشعلة الأولمبية في بكين يوم أمس الأربعاء رحلتها التي سوف تستغرق 3 أيام بسبب انتشار فيروس كورونا، بعد تسليمها لأول بطل صيني في تاريخ الرياضات الشتوية لو جيهوان الذي تسلم الشعلة لاستكمال المرحلة الأولى من الرحلة. وحمل المتزلج السابق البالغ من العمر 80 عاما الشعلة في حديقة الغابة الأولمبية خلال مراسم رفع الشعلة، وشارك في حفل الافتتاح أكثر من 300 رياضي وطالب ومتطوع. وسيتم نقل الشعلة التي تعتبر رمز للروح الأولمبية من قبل ما يقرب من 1200 شخص عبر بكين ويانكينغ وتشانغجياغو، قبل أن تضيء الشعلة الرئيسية في الاستاد الوطني المعروف باسم عش الطائر في حفل الافتتاح يوم غد الجمعة. اكتشفت مجموعة من الباحثين من عدة جامعات بقايا فقرات بشرية يعود تاريخها إلى 1.5 مليون عام قرب بيت زيرة بوادي الأردن، وأكدوا نتائج اكتشافهم يوم أمس الأربعاء. وتحدث ألون باراش رئيس الباحثين في المجموعة من جامعة بار إيلان بمدينة صفد في إسرائيل، وقال: نعلم أن المراحل الأولى للتطور البشري حدثت في إفريقيا، وذلك بناء على سجلات الحفريات من خلال مقارنة الحمض النووي من القردة والبشر، ولكن مع مرور السنين أثير جدل متواصل حول طبيعة الهجرة خارج إفريقيا. ووفقا للدراسة البحثية المنشورة تشير النتائج إلى أن أولى الهجرات البشرية حدثت على عدة موجات ولم تكن حدثا وقع مرة واحدة.